كتبدا القصه فاش العلماء بغاو يحدوا من الشيخوخه، فحدوا المده ديال العيش ديال الانسان في 25 سنه، وموراها كتاكتيفا لك واحد الساعه في يدك، فداك الساعه كتبدا المعامله بالوقت، يمكن لك تعطي الوقت ولا يمكن لك تاخذ الوقت مع شي حد اخر، حيت المعامله ما بقاتش بالفلوس ولات بالوقت. هذا ويل فاق في الصباح تلاقى ماماه، تبان لكم ماما صغيره، وكانت هذه هي الخطه ديال العلماء باش ما يبقاوش الشراف. سلم على ماما قال لها نمشي لخدمتي، وقبل ما يخرج قالت لي شحال باقي لك ديال الوقت، وما لقاتش عندو بزاف. داك الساعه عطات واحد نص ساعه، قالت لي هذه فطر بها وغادي يتحرك لخدمته. ومنين غادي يوصل للخدمه غادي نشوفوا كاع الناس اللي كيسالي لهم الوقت اللي في يديهم كيودعوا الحياه. دخل خدم، وفاش سالا في العشيه خرج مباشره خدا الخلاص ديالو، وراها ويل غادي يمشي لواحد النايت كلوب وغيتلاقى تما صاحبو بيل. وداك الساعه غيضرب على واحد الراجل غني حيت كان عنده اكثر من قرن ديال الوقت في يديه، وكان فرحان بها وكيفتخر. داك الساعه غادي يمشي عنده ويل وقال ليه خصك تخرج من هنا بالزربه، حيت في اي لحظه يقدروا يهجموا عليك ويقتلوك، حيت انت ما عرفتش هاد البلاصه هادي واقيله. صاحبنا قال له سير بعد منين انت وفوتني عليك. فهاد اللحظه هو باقي كيدوي معاه، غيدخلوا المافيا للنايت كليب وغادي يحاصروا كلشي وجراو على الناس اللي كانوا تما، ومشاو عند داك الرجل الغني وقالوا له عطينا الوقت اللي عندك كامل. صاحبنا ما بغاش وتخلع بزاف. فهاد اللحظه غادي يجي ويل وغادي يهربوا منهم وغادي يخرجوا ويعلقوه هو وياه. قدروا يدلعوا المافيا، هربوا لواحد العماره خاويه وغادي يطلعوا الفوق ديالها وجلسوا هو وياه. داك الساعه بدا كيعاود ليه صاحبنا، عرفوا براسو وقال ليه انا سميتي هنري من ولايه نيو غرينيتش، وقال ليه بلا تما عايشين الاغنياء بزاف والفقير عندنا تما واللي عنده 10 سنين في ساعته. والخطه ديال داك الناس اللي تما هي يقضيو على الفقراء بمره، حيت واخا تبقاو تخدموا حياتكم كامله نتوما في هذه المدينه غيبقاو يزيدوكم في الاسعار حتى ما بقاش يكفيكم الوقت باش تاكلوا. وقال ليه انا عندي 116 سنه ولكن صافي مليت الحياه وليت باغي نموت. وفي المقابل ويل كانت باقا ليه 18 ساعه ويودع الدنيا، وقال ليه بلا انت واقيلا محتاج الوقت ديالي اكثر. ولكن ويل قال ليه انا ما باغيش الوقت ديالك وعندي منين نجيب الوقت حيت كنخدم بدراعي الرجوله منذ الطفوله. وموراها غيقول ليه دابا خصنا نمشيو نرتاحوا شويه، وفي الصباح داك الساعه نوصلك. فاق صاحبنا في الصباح ويعطي الوقت ديالو كامل لويل، وويل كان باقي ناعس. وموراها غادي يتحرك من حداه. فاق ويل وغيلقاه هنري عطاه الوقت ديالو كامل وكاتب ليه في السرجم ما تضيعش هذا الوقت اللي عطيتك واستفد فيه في شي حاجه مزيانه تنفعك انت والناس. وهو غتكون باقا ليه 13 ثانيه ويودع الدنيا، وجالس فوق واحد القنطره وكيتسنى في ساعته. فهاد اللحظه غادي يبدا كتسالاو داك الثواني وغيودع الدنيا، وغيكون ضحى بالوقت ديالو العمر ديالو كامل لويل باش يستافدوا منه الناس. المخرج ديال الفيلم ضرب شي زلاك تاميه ملي كيكميو منها الهنود، وصل ويل لقاه مات. داك الساعه يتحرك عند صاحبو بيل وراه داك الوقت كامل، وقال ليه شحال دوزنا هاد العشره، قال ليه بيل 10 سنين وغادي يعطيه 10 سنين، وقال ليه ما غنتشافوش من دابا الفوق حيت ندي امي وغنمشيو لنيو غرينيتش ونعيشوا انا وياها تما. وغيودع الشيل وتحرك من تما. موراها نشوفوا ماما سالات الخدمه دازت خلصات شويه الماء والضو وهي راجعه بحالها تلقى الطوبيس غادي، وغيصدمها الشيفور وقال لها ما بقاتش ساعه واحده باش غتركبي، دابا خصك جوج سوايع حيت الثمن تزاد. هي كانت باقا ليها ساعه ونص وحتى شي واحد من الركاب ما بغى يسلف عليها. داك الساعه غضطر باش تضرب داك الطريق كامله على رجليها. في نفس الوقت نشوفوا ويل كيتسناها في المحطه باش يفرحها بداك الخبر ديال الوقت اللي ولا عنده، ولكن ما لقاهاش في الطوبيس. داك الساعه يرجع كيجري وهي غادا كتجري، وغادي يتلاقاو في واحد البلاصه وكانت باقا بعيده عليه والوقت كان قريب يسالي ليها، ومع وصلت عنده غادا تموت ليه في يده. ودعات الدنيا وويل بقى فيه الحال بزاف حيت ماما ماتت بسبب الغلاء ديال الاسعار. قد على الوضعيه ووعد نفسه باش يعاون الناس كاملين ديال هاد المدينه الفقراء باش تا هما يولي عندهم الوقت الكافي. هذا جورج ضابط شرطه ولا نقولوا سائل الوقت، مالي الوقت ديالنا. بقى الجثه ديال هنري ميت في الواد، ولكن ما عرفش شكون اللي قتلو وما لقاش عنده الوقت كاع. في نفس الوقت نشوفوا ويل غادي لنيو غرينيتش، وفي كل محطه كيوقف فيها خصو يخلص بزاف ديال الشهوره باش يقدر يدخل. وغنعرفوا بلا هذا القانون هذا دايرينه الاغنياء باش الفقراء ما عمرهم يدخلوا عندهم لذاك المدينه ويبقاو عايشين بيناتهم. واخيرا وصل ويل لنيو غرينيتش وغيكون مجموعين فيها الناس الاغنياء ديال البلاد ولا ديال العالم. المحقق جورج وصلاتو الخبر بلا شي واحد من الاحياء الفقيره دخل نيو غرينيتش وخلص اكثر من عام ديال الوقت باش يمكن له يدخل، وعرف بلا الناس اللي في الاحياء الفقيره ما عندهمش من يجيبوا عام ديال الوقت. ويل في اول ليله ديالو في المدينه غادي يمشي لواحد الكازينو وجلس باش يقمر، وكان غيقمر مع اغنى رجل كاين في داك المدينه واللي عنده بزاف ديال البنوك ديال الوقت. وغيستافز ويل وقال لي داك الدقائق اللي عندك غنحيدهم لك هاد الليله. وكانت جالسه حدا واحد بنته
ما نعاودش ليكم. موراها قال لي واش تقمر معايا؟ انا غنقمر ب 200 سنه وانت قمر بداكشي اللي عندك كامل. ويل في الاول تردد حيت ما عندوش منين يجيب الوقت لمشى ليه داكشي كامل، ولكن اخيرا غادي يوافق. حط صاحبنا الوقت ديالو، وويل حتى هو غيحط الوقت ديالو، حط كاع الوقت اللي عنده وما بقالوش بزاف. صاحبنا كان باقي له الوقت، ويل كانت باقا له 28 ثانيه وباقي اللاعبين. في الوقت اللي صاحبنا مركز ليه مع المكانه ديالو غادي يقلب ويل الكارطات ويكون هو الرابح وغياخذ بزاف ديال الوقت. داك الساعه بدا كتلح عليه بنت فيليب اللي سميتها سيلفيا وبدات كتشوف فيه، وموراها قالت لي غدا عندنا واحد الحفله في الدار وكنتمنى تجي. ويل قال لي ضروري نجي. لا غد ليه مشى شرا طوموبيل جديده وغيتحرك للدار ديال الحفله. واش نقول لك، تلاقاتو سيلفيا وماماها وجداتها. تمشي تخطب اللي عطاوها لك قول لهم الله يكثر خيركم ورجع بحالك. جداتها في عمرها 53 عام وطالعه في 16 عام، رحبوا بيه وعرفاتو على ماماها وجداتها. وموراها غيتحركوا هو وياها وبداو كيديو يجيبوا في الهضره، وطلبت منه باش يديروا شي طيحه خفيفه ظريفه. وين ما يمكنش يقول لا، هي الاولى لا مرحبا. مشاو بداو كيركزوا هو وياها حتى يدخل المحقق جورج ويصيفط الرجال ديالو باش يقبضوا على ويل ويدخلوا لواحد البيرو وقال ليه بلا انت شفار وهذا الوقت هذا ديتيه لهنري وماشي ديالك. ويقول ليه ويل بلا الوقت ديالي وهنري عطاه ليا بخاطرو، لكن ما داهاش في هضرته وداو ليه الوقت كامل، خلاو ليه 8 ديال السوايع. داك الساعه ويل غينوض زرب على الحراس اللي كانوا واقفين حداه، وموراها غادي يعلق. ضرب الاول شقلب الثاني، خرج شد سيلفيا وحط لها السلاح في راسها وقال لهم تقرب طير ليها دماغها. هزها معاه في الطوموبيل وغيتحركوا تبعهم سائر الوقت. وفي الطريق ما بغاش يتفك معاهم، ويل كانت باقا ليه ساعه وطلب من سيلفيا شويه ديال الوقت ولكن ما بغاتش. طلع عليهم النار وهما خارجين من المدينه، ولكن يضربوا في واحد الفخ في الطريق وتقلبات بهم الطوموبيل وغيجيو السارقين ديال الوقت ونعرفوا بلا هما موالين الفخ. وصلوا لقاو سيلفيا عندها شويه ديال الوقت، اما ويل لقاو باقي له شي دقائق قليله وغيموت في اي لحظه. خداو لسيلفيا الوقت ديالها وتحركوا بحالهم. فاقت وتصدمات حيت ما لقاتش الوقت ديالها، وناض ويل وقال لها انا غنديباليك بشي دقائق باقيين عندي، وعطاها شي شويه معاه. بقات لهم 30 دقيقه بجوج بيهم وغادي يتحركوا للدار ديال صاحبو بيل. وويل كانت باقا ليه 3 دقائق. سولوا عليه مراتو وقالت لهم ملي عطيتيه ديك 10 سنين مشى للشراب وما بقاش كيرجع للدار، بقى عطيها الشراب حتى مات. تصدم ويل. داك الساعه يشوف واحد الحلقات ديال الالماس عند سيلفيا وقال لها هذا هو الحل اللي بقى لنا. داوهم باعوهم مقابل يومين وتحركوا بحالهم من تما. قسموا داك الوقت ومشاو صوناو على باباها وقالوا ليه الا بغيتي بنتك ردالك غير خصك تعطيني 10000 سنه. ولكن فيليب ما تقبلش الامر وقال لي غدا في الصباح ونرد عليك. داك الساعه غادي يودعوا، قال لي تهلا وغادي يقطع عليه التليفون. وغيبقى فيليب مصدوم وقال هادشي المحقق جورج قال لي انا ندير معاك شي حل. اما ويل فغياخذ معاه سيلفيا لواحد الدار وجلسوا بداو كيتعاودوا هو وياها. وقال لي انا الوقت اللي غيعطيني باباك كامل غادي نعاون به الناس اللي في الاحياء الفقيره. وهنا سيلفيا بدات كتفاهم معاه واحد شويه وقالت ليه انا عزيز عليا نعاون الناس ولكن ما خصكش دير هكا. قال لي انا ما سرقتش الوقت حتى واحد، وهنري هو اللي عرفني باغي نتعاون بهم مع الناس وعطاني داك الوقت ديالو كامل. سيلفيا تفاهمات البلان وقالت لي غادا نعاونك. وفاقوا في الصباح وويل قال لسيلفيا بلا خصك تصوني على باباك وتقولي ليه بلا راه ويل كيهددني الا ما صيفطتيليش الوقت غيصيفطني نتحاسب. داك الساعه شدات من عنده واحد السلاح قال لها خليها عندك، وهي مشات تتصل بباباها وهو جلس كيتسناها. في نفس الوقت يبان المحقق جورج وحط على ويل السلاح. ويل ما شافوش وجورج جا قاصدو. داك الساعه غدور سيلفيا وشافتو تيرات عليه بداك السلاح اللي عطاها ويل. مشاو عنده وحيدوا ليه الوقت اللي عنده كامل والسلاح ديالو، وموراها غيديو ليه طوموبيلته وتحركوا من تما وخلاوه مليوح. في هاد اللحظه نشوفوا الاخبار كيدويو عليهم هما، ولكن هما كانوا داخلين على القرعه. قالت ليه سيلفيا بلا نمشيو نسرقوا البنكه ديال بابا، وهجموا عليها بواحد الكاميو. دخلوا ردموها ودخلوا الخزنه ديريكت. هزوا بزاف ديال الكبسولات ديال الوقت سارجاوهم وهزوا بزاف ديال الاعوام. ومورا قالوا الناس دخلوا خذوا اللي بغيتوا. وفي الليل غادي نشوفوا ويل كيدور في الاحياء الفقيره وفين ما كان شي متشرد كيعطيه شويه ديال الوقت. الدعوه ترونات عليهم ديال بصح، وفيليب سيكون كاعي عليهم هو وبنته. في هاد اللحظه نشوفهم هما مقصرين كارطه في واحد الفندق غتيضربوا على الطوموبيلات ديال البوليس بلاصه قدام الباب. داك الساعه ينوضوا بجوج وغادي يهربوا من الباب اللوراني وعلقوا لهم وخلاو لهم البرد. في هاد اللحظه يضربوا على المحقق جورج يتابعهم من اللور طلعوا ليه في واحد الطوبيس ويخلصوا بزاف ديال الوقت باش يهربهم مول الطوبيس. مشاو لواحد الفندق واحد اخر بعد دخلوا يهجموا عليهم العصابه حيت كانوا عارفينهم بلا هما اللي سرقوا الوقت من البنكه ويكون عندهم بزاف ديال الوقت. داك الساعه ويل بغى يدافع على راسو ولكن كانوا عندهم بزاف ديال الاسلحه وبالزربه ثبتوه وغادي يجلسوه. وجا عنده الرئيس ديال المافيا جيريمي وقال ليه غتجلس معايا للطابله وغادي نلعبوا انا وانت واحد التحدي واللي يربح فينا يدي الوقت ديال الاخر كامل. وافق ويل وجلسوا هو وياه وخلاه في الاول يدي ليه الوقت ديالو كامل
وفاش ديال ما يقتنع داك الساعه غيقلب ليه يدو ويدي ليه الوقت ديالو كامل وقت اللي الرجال ديالو ومات حتى جيريمي. داك الساعه ويل قال سيلفيا واقيلا نعطيك الوقت ديالي كامل وانا نموت حسن حيت ما نقدر ندير والو للاحياء الفقيره، يبقاو ديما يزيدوا عليهم في الثمن واخا نسرق لهم بزاف ديال الوقت ما غينفعهمش. قالت لي شحال كاع يقدك ديال الوقت؟ قال لي خصني مليون سنه باش نقدر نخليهم يكتفيو حتى هما بحال الناس. قالت ليه كاينه. والنهار الثاني نشوفوا باباها فيليب داخل مع الحرس ديالو الشركه ديالو، حتى وقفات عليهم سيلفيا داروا عندها كاملين. داك الساعه غيخرج ليه ويل من وسط الرجال حط عليه السلاح ويقول لهم نزلوا السلاح ديالكم وغيدخلوا للبيرو ديالو، فتح الخزنه بيديه وغادي يجبد لهم اكبر كبسوله جمع فيها الوقت بزاف واللي غيكون فيها مليون سنه. هزها ويل ويقولوا ليه باي باي ويتحركوا هو وسيلفيا. وصل المحقق جورج ولقى الروينه نايضه ويامر الرجال ديالو باش يسدوا المخرج ديال المدينه باش الوقت ما يخرجش للاحياء الفقيره، حيت لا بقات تفرق تما راه من المستحيل يردوه. ولكن ويل غيوصل ولقى الطريق مباريه ولكن بقى كيراوغ فيهم وهما كيتيريو عليه بالقرطاس وقدر يهرب من داك البراج كامل. ولكن جورج ما غاديش يمنعو وبقى تابعو تدخل فيه وغادي يديروا قصيده بجوج. ويل قدر يوصل للاحياء الفقيره وعطى داك الكبسوله اللي فيها مليون سنه لواحد البنت وقال لها تفرق على الناس كاملين، وداك الشيء اللي دارت. في هذه اللحظه غادي يوقف عليهم المحقق جورج، ولكن حتى لونات الدعوه بالناس اللي باغيين الوقت قدروا يهربوا منه وبقاو غاديين هاربين وهو تابعهم، والناس كاملين تجمعوا على داك البنيته وبقات كتعطيهم الوقت. في هذه اللحظه المحقق جورج وصل على ويل وسيلفيا وقف لهم في الطريق بالسلاح، ولكن قبل ما يتيري عليهم غادي يتسالى ليه الوقت وغادي يموت. في هذه اللحظه ويل غيضرب على الوقت ديالو بقى ليه دقيقه، حتى سيلفيا كتبقى ليها دقيقه بغى يعطيها ديك الدقيقه ديالو باش تقدر تعيش هي، ولكن غادي يضرب على الطوموبيل ديال سائل الوقت وعرف بلي غيكون فيها الوقت. مشى كيجري ليها ولقى فيها واحد الكبسوله وغادي يطلب منهم الوقت وعطاوه يومين، وداك الساعه غينزل بالفرحه وغيقسم الوقت مع سيلفيا وكان يطير بالفرحه حيت اخيرا حقق الحلم ديالو خلى الناس الفقيره حتى هما يكتفيو من الوقت. وحتى لهنا يكون سال الفيلم ديالنا. الى عجبك الملخص ما تنساش لايك كومنت برك على ديك البوطونه الحمراء رده بيضاء. تهلا.